يعني تتعب تلم فلوس ايش قد رايد تعيش. الشفن ما بيجيب مثل الدشاديش. نسولف شويه؟ هنسولف. اولا وقبل كل شيء احب اشكر الاعلامي علي الخالدي على تسليط الضوء على هذا الشيء المحزن المبكي. بسببك هواي ناس راحت وساهمت وساعدت. اغبطك من كل قلبي. بارك الله بيك. هذا هو الإعلام الحقيقي اللي يسلط الضوء على الإعوجاج الموجود داخل المجتمع. هذا هو الترند الهادف اللي يستنهض بالناس الإنسانية وروح التعاون. هسه نجي، من المسؤول عن هاي الحالة والوضع المأساوي لهذه المستشفى؟ وبما أنه هي مستشفى فهي تابعة لوزارة الصحة. سيادة الوزير صالح الحسناوي، السلام عليكم. شلون صحتك؟ جنابك الكريم من قاعد بهذه الغرفة الحلوة والمرتبة والميز النظيف. سؤال: ألا تشعر بالعار من هذه الصور وهذه المستشفى اللي جنابك الكريم مسؤول عليها؟ ألا تشعر بالخجل؟ زين، ألا تشعر بالمسؤولية؟ أبد؟ إذا تقول ما كنت أدري فمعناتها أنت لست كفؤ لهذا المنصب، لأنك أنت المسؤول عنه، شلون ما تدري به؟ وإذا تدري فمعناها أنت شريك. زين العفو سيادة الوزير، الوزارة مو إلها مخصصات من الحكومة؟ فلوس هاي المستشفى وين؟ ليش أكو أكثر من 1450 حالة يعتني بها 11 طبيب بس؟ جنابك الكريم هذا فساد لو أطباء ما عندنا. زين الفراشات والأسرة ليش بهذا الحال؟ هل إحنا بلد فقير سيادة الوزير؟ منو حط حصة هذه المستشفى بجيبه وتركها للإهمال بهذا الشكل؟ سيطول وقوفكم بين يدي الله. لم يخلق الله النار عبثا. يعني صورة هذا النايم جوة شرباية سيادة الوزير ما هزتك؟ ما حركت بيك شيء؟ ما ألمتك؟ ليش سيادة الوزير؟ ليش هذا الإهمال؟ مو أنت جنابك الكريم من كربلة، من مدينة الحسين الذي قام بأعظم ثورة إصلاحية بالتاريخ. شوفوا أخوان، الإنسان يخلص عمره ركض بهذه الدنيا، يشتري بيوت مو بيت، سيارات، قطع أراضي، يجمع فلوس إلى أن تصبح الفلوس عنده غاية مو وسيلة. وبعدين ثم ماذا؟ ثم نهايته هنا. شوف هذا متر بمتر، شوف ايش قد موحش. هنا نهايتنا. لو كنزت مال قارون نهايتك هنا. لا فلوس تدخل وياك، لا بيت، لا سيارات، لا قطع أراضي، أنت وكفنك وعملك فقط. هاي الدنيا اللي الإنسان يعيش بها إنه كم سنة يعيشن بالطول وبالعرض كأنه راح يخلد، ولكن سرعان ما يجد نفسه هنا وحده. السؤال هو: السياسي والمسؤول اللي يبوق ويترس جيوبه فلوس حرام، هذا شنو عايشينه بنفس الدنيا لو بغير دنيا راح تخبل؟ ما أدري. يعني تتعب تلم فلوس ايش قد رايد تعيش. الشفن ما بيجيب مثل الدشاديش. سلامتكم.